السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما هو الفرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر؟ العديد من الناس لا يعرفون الفرق بينهما، والجواب: أولاً، يجب أن نعلم أن الفجر والصبح يكونان في نفس الوقت. ثانياً، فحينما يؤذن المؤذن لأذان الفجر فإنه يجب عليك أن تصلي ركعتي الفجر منفرداً، أي ليس مع الجماعة بل منفرداً لوحدك، فهي سنة كان يفعلها النبي عليه أزكى الصلاة والسلام، سواء تفعلها في بيتك أو في المسجد، وهي سنة كما قلت. وصلاة الفجر يقرأ في الركعة الأولى منها الفاتحة وسورة الكافرون، ثم الركعة الثانية الفاتحة والإخلاص، وبعدها تضطجع كما كان يفعل الرسول عليه أزكى الصلاة والسلام، أو تقعد للاستغفار أو للتهليل أو للتسبيح أو قراءة القرآن أو ما شابه. وبعدها بربع ساعة أو 20 دقيقة تصلي صلاة الصبح، أي الفرض، الصلاة المفروضة، وتكون في جماعة، تكون مع الجماعة في المسجد أو في بيت فيه جماعة، أو الأغلب في جماعة يعني في المسجد. وهي الصلاة التي يتعاقب فيها ملائكة الليل والنهار، مثلها مثل صلاة العصر. وقد قال الرسول عليه أزكى الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، لأنه كان حريص عليهما كل الحرص لما لهما من فضل على صاحبهما. وقال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولولا يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وإذا فات العبد صلاتي الفجر والصبح وطلع النهار تقضى صلاة الصبح أولا، الفرض يعني صلاة الصبح، ثم صلاة الفجر بعدها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها حتى وإن طلعت الشمس، وحتى قبل دخول وقت الظهر، فحافظوا عليها فإن فيها خيرا كثيرا.